ازاي نص فرخه ب 170 جنيه وربع فرخه ب 130 جنيه؟ الفرق البسيط ده عشان ربع فرخه. فتعال نشوف. النهارده نعمل مقارنه احسن فراخ سوري مشويه من 3 مطاعم مكسرين الدنيا في اكتوبر. هوب، فيلا بينا ونبدا الفيديو. اول واحد معانا شيف الشام. تمام. الوجبه عنده ب 125 جنيه. طلبت ربع فرخه صدر ب 125 جنيه واداني جلاس. بس هي الوجبه كده: توميه سبايسي، توميه عاديه ومخلل وربع فرخه. تمام. ركزوا معايا عشان ما نتلخبطش، اهم حاجه ما نتلخبطش. تاني مطعم معانا روستو ب 130 جنيه. المفاجاه بقى الاخيره، لان انا استغربت من السعر. ده برضو ربع فرخه صدر ومعاه برضو توميه سبايسي وتوميه عادي وطبعا عيش. امسك يا مصطفى. ده بقى المفاجاه واللي انا استغربته، هو ما عندوش رباع، هو اقل حاجه عنده نص فرخه. الشوايه بتطلع نص فرخه. ده مين بقى؟ كرم الشيخ. ده معاه مخلل وعيش برضه. تمام. هنلبس الجلافز ونبدا. هنبدا من ارخص حاجه لاغلى حاجه. اللي ب 125 اللي هو شيف الشام. فهنركن ده كده على جنب ونبدا بيه. 125 جنيه شيف الشام، على فكره من المطاعم المشهوره جدا في 6 اكتوبر. فتعالى. انا عاشق للفراخ المشويه بصراحه. بص، هو ربع فرخه، رز، بطاطس، وفقط معاه التوميه سبايسي. انا بخاف في الجو ده السلطات عاده ما بتبقاش احسن حاجه، بس احنا هندوق. تعالى بس كده، تعالى يا عم المصور. نقطع كده. بصوا بقى الفراخ، بعشقها. الشوايه السوري دي في حته تانية. بسم الله. ودي اجمل لحظه بحبها. صدر، بصوا الصدر حجمه كويس، مش وحش. احنا كده بدأنا من الارخص. تعالى ندوق بالتوميه العاديه. تعالى يا مصور. حب النازله. بص يا مصور كده، بص. لا، عالميه. بالسبايسي. خش بالسبايسي. حلو، لذيذ. كأول حاجة بنفتتح بيها. تمام. نجرب الرز. مفلفل ولذيذ. تمام، شغال. البطاطس يعني مهلكة شوية. تعالى كده. هي عليها ملح بس، مفيش بهارات، شوية بهارات يعني. فده أول مكان. خش على اللي بعده. روستو بقى ده علم من زمن يعني، فاتح بتهيألي من أول مطاعم السورية وأنا بحبه. بس تعالى هنشوف هل يفضل حلو ولا الموضوع عنده هيختلف. الفيديو ده عايز اقول لكم انا بعمله وانا مبسوط ومتكيف ومستقنيس قوي. لا، روستو عظيم على وضعه برضه. بصوا حجم الصدر اهو، يعني يعتبر اكبر سنه من شيف الشام. تمام. بصوا بقى اللي انا بحبه من روستو، اللي انا بعشقه عند روستو. تعالى كده. شايف بيحط لك صوص كده، صوص بتاع الفراخ. فتلاقي الرز بص عليه صوص. انا بعشق الصوص ده بقى. بص، بصل بالصوص ده. ده عالمي على وضعه. البطاطس حلوه وملحمه وعليها بهارات. بعد كده بس مش كتير برضه، يعني كميه البهارات مش كتير قوي، بس حلو. تعالى بقى ندوق الفراخ. الفرخه بارده شويه، بس برضه الصدر من جوه حلو. بسم الله. عظيم. كده المخلل واضح ان هو كله واحد. تمام. احنا بس هنجرب التوميه بتاعت روستو. تعالى بقى كده يا عم المصور، ناخد فرخه. انزل معايا. انا احب قوي النزول ده. بص النزول ده. بص. لا، توميه روستو عالميه معديه. تعال نشوف السبايسي.
لاحظت انا خدتها من على الجنب ازاي عشان برضو بقي ما يبص. روستو يتفوق على شيف الشام. تخش بقى على عم الكبير كرم الشام. وربنا يستر. انا استغربت موضوع اللي هو ايه ما عندناش غير نص فرخه، فبقول له لو عايز ربع، قال لي ربع فحم اللي هو مشوي على الفحم بس. فالنص ب 170 انا شايفه كويس. عند روستو ب 190 وعند شيف الشام ب 190. وهو معهوش حاجه غير بتهيألي كيس عيش واحد بس. هم حاطط لك التوميه جوه، يعني حاطط لك كل حاجه جوه البوكس. عايز اقول لكم حاجه، ان البوكسات دي اساسا لوحدها غاليه، يعني البوكس لوحده غالي. بص بقى، انا اول مره في حياتي اجرب الفراخ المشويه من عند كرم الشام. فحجمها بص، احنا هنشوف برضو الصدر، احنا مش هنيجي جنب الورك، احنا هنشوف الصدر. الفراخ متزغطه، انا مش هقول غير كده، الفراخ متزغطه بصراحه، فحجمها كويس. تعالى بقى ندوق التوميه. هو نازل معاه توميه عاديه وبطاطس. البطاطس اللي هي كرينكل، على عكس طبعا المطاعم التانية اللي احنا جربناها. فتعالى بقى نشوف الفراخ نفسها، لو حلو بالسعر ده يبقى عايش. يلا بسم الله. بصوا في تعقيب صغير كده بس هي حلوه. الصدر نفسه بيزور، تحس ان اللحمه نفسها ناشفه، يعني عارف لو عليها شويه صوص هتضطر الدنيا شويه، هتسهل ان انت تبلع الحاجه. تعال نجرب بالتوميه. لا التوميه مش قد كده، مش حلوه، يعني توميه روستو افضل. فانا هجربها بتوميه روستو السبايسي. معلش يا روستو. بصراحه النهارده بالنسبه لي ده اجمد فيديو اعمله. انا بعشق الفراخ المشويه، عاشق ليها. ولو هنكرر انا هفتح لكم العلب دلوقتي وهنقيم من حيث العلب، وهقول لكم ايه افضل حاجه. طب احنا ما جربناش الرز بتاع كرم الشام، هنجربه. حلو، رز بهاراته لذيذه مش وحشه. بطاطس طيب. بالنسبه لي دي الفراخ المشويه اللي انا بحبها. تعالى كده قرب، بص الفرق اللي انا بقول لك عليه. بص الجلد نفسه الشوي عامل ازاي، فيها يعني زي ايه، عليها صوص. هنا الدنيا ناشفه شويه، فمقسيه اللحم من جوه. يعني بص لو رفعت مقاسي، هنا لو رفعت هتلاقي الدنيا بص مبشبشه. هو ده الصوص اللي بقول لكم عليه، هو ده اللي مدي طراوه للصدر، فطعمها حلو جدا. هنا برضو قاسيه شويه اهي، قاسيه شويه. فانا من وجهه نظري وبنقل تجربه شخصيه من وجهه نظري، اول روستو في المركز الاول. الفراخ بتاعته طريه جدا، طعمها حلو، التتبيله مظبوطه، الرز نفسه حلو شارب من الصوص بتاع الفراخ. التوميه سواء العاديه او السبايسي في حته ثانيه، والبطاطس جميله، يكفي البهارات اللي عليها مطعمه. فروستو بالنسبه لي في المركز الاول. يجي بعديها كده في المركز الثاني كرم الشام. ليه؟ الصدر حجمه كويس، تتبيلتها حلوه، لكن لو كان في صوص شويه يكسر النشوفيه بتاعت الصدر كان يبقى افضل. ممكن نجرب الورك، ناخد حته من الورك صغيره برضو. الورك اطرف وطعمه افضل، لكن لو اتحط صوص كان الموضوع هيختلف جدا جدا جدا. اخر حد شيف الشام، مش معنى كده ان هو وحش، لكن البطاطس مثلا ما عليهاش بهارات، دبلانه خالص اللي هي بقى لها كتير ساقعه. الربع فرخه يعني كان المفروض يبقى احسن من كده، او بيتحط عليه صوص كده برده. هم كانوا بيحطوا، معرفش ليه غيروا. حتى التوميه بتاعته مش زي بتاعت روستو. ففي النهايه انا لو هروح اشتري او هشتري فراخ مشويه هروح لروستو، ودي تجربه شخصيه. شوف انت عايز تاكل ايه وروح. كان معاكم حسام حسن، السلام عليكم.